صباح الفل، صباح الورد وصباح الياسمين. قولولي بقى عاملين ايه النهارده؟ ايه اخباركم في الشتا ده ويوم خميس بقى وكده؟ وزي ما احنا واخدين على اننا دايما بنظبط الدنيا يوم الخميس، وبنحاول ان احنا ما نعملش اكل في البيت، نجيب اكل من بره. بس على حسب المرة دي حاجة جديدة مختلفة. اهم حاجة حطي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني والفيديوهاتي، ودعوة حلوة من قلبك في كومنت حلو. اهم حاجة صلي على الرسول. تعالى اقولك انا فكرتي كانت ايه النهاردة. عملتي ايه يا بنتي يا سارة؟ كان عندي بقى طبق ممبار من بقية الممبار اللي كنا عاملينه اخر مرة. مش فاكرة الفيديو امتى، بس كنت عاملة معاكم ممبار ومحشي. انا بقى قلت ايه، هطلع الكيس دون ماشي، واطلع كيس كفتة اللي انا بجهزهم، واعمل ايه بقى، اغير اكل بقى. عرفتوا بقى ان التغيير مطلوب. انا هنا بقى الممبار ده كان كويس، مفهوش اي حاجة خالص، نضيف على فكرة، بس انا بعيد عليه، بقلبه يمين شمال، بغسله كويس بليمون وملح واروق عليه. خلاص انا كنت سايباه من قبلها، نقعته ورجعت اكمل عليه تاني، فبقى كل شويه اقلب وانضفه واقلب كده يعني. بس هو نضيف، كان جايلي على الحله، بس انا بحب اعيد يعني الفكره وما فيها. انا عايزه اعيد فيه خلاص يعني، ابقى ضامنه حاجتي برضو. انا اصلا ما بعرفش اعمل الكلام ده، ما بعرفش انضفه، ما دايما ما بشتريه، ما كنتش باكله. بس جوزي حببني في الممبار اللي هو الرفيع ده، كلته جربته مرة واتنين وتلاتة من بره، بس بصراحة انا بقيت اعمله احلى من بره 100 مرة، بشهادة من ابو مهيد، شهادة منه يشهد كده ان انا الممبار بتاعي احلى من بره 100 مرة. هي خلطة المحشي اللي بعملها، بحشيها وبعلق عليها بصوا مش صعب. المهم خليكي معايا وركزي. انا هنا ايه، يعني قلت بعيد عليه عشان لو في حاجة بتنزل، بس اللي فيه دون مش وحش. اللي هي الحاجات البيضة دي مش وحشة بصراحة، هي اصلا بتطلع معاكي بسهولة. دي اللي بتبقى ماسكة الحتة، لا مش عارفة اشرح، اكيد في ناس كتير فهماني. المهم انا بقى ايه، لقيت كل شويه الموبايل يفصل مني. عايزه اقول لكم الفيديو كان هيطلع لكم بفكره تانية خالص، بس للاسف كل شويه الموبايل يفصل. ليه انا مش عارفه، ويفصل فيديو خالص، يعني بيقفل الفيديو وانا بقول ان هو مفتوح، فما بعرفش. معلش بقى انا اسفه. طبعا طريقه الكفته ما نزلتش، بس انتوا عارفين انا بعمل الكفته بتاعتي ازاي. خلاص. الممبار نزل، بس ما نزلش التحمير وما نزلش ان هو في الحله. معلش احنا اسفين، حقكم عليا. المهم خليكم معايا خطوه بخطوه كده، واللي راح انسوه واللي جاي افتكروه. احنا وصلنا لحد فين؟ انا هنا كنت بقلب الممبار. عايزه اقول لكم ده يعني انتوا هتشوفوا الكميه اللي هتطلع من الشويه دول. تقولكم ان هم شويه صغيرين، بس لا هتشوفوا حالا يما قد ايه. يلا قبل ما تخرجي من الفيديو وقبل ما اي حاجه، حط اللايك والاشتراك، اوعي تنسي. يلا بصي انا بعمل ايه. حطيت الليمون والملح زي ما انت شايفه كده، هرجع افتحه تاني تحت الحنفيه وشطفه حلوه. غسلت بقى كوبايه رز، نزلت عليها بشويه صلصه، كانوا عندي بصل في الفريزر سبتهم يفكوا، وبعد كده رحت حطاهم وشويه الخضره الحلوين اللي ابو مهيد كان جايبهم من الارض بتاعتنا، ونزلت عليهم بقى بشويه ايه، زعتر وكزبره وقرفه وفلفل اسود وكمون والحاجات دي. خلاص. انزلي بقى بشويه البابريكا، ده احلى طريقه محشي في الدنيا كلها اقسم بالله. الفلفل الاسود ماشي. انا تقريبا بقى ايه، يعني هاخد بالي حالا ان الكاميرا فصلت، مش فاكره بصراحه في دلوقتي ولا كمان شويه. الملح والزيت، حطيت سمنه للصلصه وانا معلقه عليها. هقلب بقى ده كله. يلا بقى هنحشي بقى شويه الحلوين دول. انا عايزه اقول لكم الممبار بقى انا عملته كله يعتبر بسوا بعض، حاولت على قد ما اقدر اخلي التقطيع بتاعي كله يبقى بسوا بعضه. حالا هتشوفوا في النهايه. هنحشي بقى الممبار بتاعنا بالحلو ده. لو رفيع ارفع من كده يبقى هنحتاج قمع، انما ده كان كويس بالنسبه لي. هو اصلا هيرفع اكتر من كده، متهيألك ان هو تخين، لا ده من اللي هو
مش تخين ومش رفيع، ده وسط كده بس حلو. لما حطيت فيه وكش كان يعني بمقام اقل من السبعين. لو حطيت السبعين جنب بعض كده لا هو كان اقل منهم. هنكمل بقى الشوية الحلوين دول خلاص ونرجع اقول لكم. بصوا عملوا معايا شوية قد ايه. ده بقى كان ايه، كان علقت على مية حطيت فيها بصل ونزلت عليها بشوية اللي كانوا في مكان الصلصة. خلاص هننزل بقى، بصي اول ما بننزل بيه بالمنبار بيلم ازاي. هنحط بقى كمون ورق لورا وفلفل اسود وملح وحبهان، الحاجات اللي زي دي. بصي بعد ما طلعناه صلي على الرسول بقى كده وقوليلي بسم الله ما شاء الله. شوية منبار، سكر سكر سكر، عسل عسل عسل، شوية الخضار بتوعنا الحلوين. الفيديو المفروض ان انا كنت بطلع اصلا يعني بطلع اللي متطاسه على البتاع. الفيديو كله 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 ضاع، معلش والله غصب عني، بس هحاول اشوف المشكله دي عشان ما فيش حاجه تتحذف تاني. طبق مخلل حلو. الطحينه دي كانت عندي في الفريزر، انا بجهز يعني ببقى مجهزاها وحطها في طبق في الفريزر، طبق بلاستيك اطلعها. نفس الكلام للدقوس اللي هناك ده. عملت شويه سلطه. ودي الكفته. ايه رايكم في الكفته بتاعتي بقى؟ الكفته بتاعتي حكايه حكايه حكايه. اللي بيتفرجوا على فيديوهاتي من زمان هيعرفوا ان الطريقه بتاعتي ما بتتغيرش نهائي. حته الفحمايه بقى روقنا الدنيا. يلا قوليلي رايك في الفيديو بتاع النهارده، وتكمله الفيديو هتنزل لكم الفيديو اللي بعده. سلام.